بدأ حياته من الصفر، ده بقى جامد قوي قوي قوي، ده مين اللي عمل كده؟ ده بيبقى استثناءات، احنا ما نقدرش نعتمد على الكلام ده كقاعدة، لا ده مش قواعد، دي مش قواعد حقيقية في الدنيا، لا ده مجرد استثناءات. في ناس فعلا عملت كده، ربنا كرمها وبدأت من الصفر. فما تصدقش الحاجات اللي احنا بنشوفها على انستجرام بقى، والحاجات اللي انا بخش اشوف حماده بقى ماسك ليلى من ايديها وراكبين عربيه بي ام وبتاع، ما تعرفش حماده ده باباه مسجون في ايه وليلى بتعمل ايه، واحنا فاهم قاعدين بنتفرج وخلاص. لا لا، ده حتى هم اصلا صنفوا الحاجات ديت كمرض، يعني عملوا اصلا اللي بيتابع السوشيال ميديا اكتر من ساعتين في اليوم اصلا قال لك ده مرض، بيشوف حاجات مش حقيقيه اصلا، يعني حاجات دي في واقع افتراضي مش واقع حقيقي يعني. فانت الحاجات اللي انت بتشوفها دي مش بالضروره ان انت تقدر توصل لها او تبقى كده في يوم من الايام، وما تعرفش ايه هي الظروف بتاعت الناس ديت، فكل واحد ليه الظروف الخاصه بيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لك لا تمدن عينيك، يعني ما تسرحش بخيالك، يعني ما تقعدش تبص للناس وتقارن. تمام.